السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا بطل؟ عامل ايه؟ يا رب تكون بخير. في الفيديو اللي فات عرفنا ازاي نضيف صورة ورابط وزرار. النهاردة هنتعلم ازاي نخلي شكل الكلام منسق وجميل زي المحترفين. جاهز يا بطل؟ يلا بينا نبرمجها صح. لو عايز تكتب عنوان رئيسي او فرعي، HTML بتوفر لك 6 مستويات من العناوين. يلا بينا نبدأ بتعلم العناوين. اول حاجة HTML بتوفر لك 6 مستويات زي ما قلنا. اول حاجة H1، عندنا هو H1 H2 H3 H4 H5 H6. هنبدأ بأول حاجة وهي H1. H1 ده يعني أكبر عنوان فيهم، اللي هو العنوان الرئيسي. ده العنوان الرئيسي لأي فقرة أو صفحة أنت بتعمل فيها. طب يلا بينا ندخل على اللي بعده. تاني حاجة وهي H2. H2 ده عبارة عن عنوان فرعي. يعني H1 قلنا عنوان رئيسي، و H2 عنوان فرعي. ندخل على اللي بعديها وهي H3. H3 ده عنوان أصغر، يبقى أكبر حاجة عندنا العنوان الرئيسي اللي هو H1. تاني حاجة عندنا H2 اللي هو العنوان الفرعي، H3 اللي هو العنوان الأصغر. عندنا رابع حاجة H4. H4 ده عنوان فرعي جدا. تمام، احنا اخدنا H1 العنوان الرئيسي، خدنا H2 العنوان الفرعي. طب H3 قلنا عنوان أصغر، وقلنا H4 عنوان فرعي جدا. ندخل على اللي بعديه وهو H5. H5 ده صغير أوي أوي أوي. هنكتب صغير أوي. طب يبقى قلنا لغاية دلوقتي، أنا برضو براجع معاك عشان خليك مصحصح معايا. H1 عنوان رئيسي، H2 عنوان فرعي، H3 عنوان أصغر، H4 عنوان فرعي جدا، H5 معلش H5 صغير قوي. طب نيجي بقى لآخر حاجة وأصغر حاجة في العناوين، هي H6. H6 دي هي أصغر حاجة. دي أصغر عنوان أخدناه. يبقى احنا قلنا لو عايز تكتب عنوان رئيسي أو فرعي، HTML بتوفر لك 6 مستويات من العناوين. أول حاجة H1 وده العنوان الرئيسي، تاني حاجة H2 وده العنوان الفرعي، تالت حاجة H3 وده عنوان أصغر، رابع حاجة H4 وده عنوان فرعي جدا، خامس حاجة H5 وده صغير قوي، سادس حاجة والأخيرة H6 وده أصغر حاجة. كده احنا قلنا H1 هو الأكبر و H6 هو الأصغر. لازم تستخدمهم بترتيب منطقي في الصفحة عشان كمان محركات البحث تفهمها صح. يلا بينا ندخل على تاني حاجة وهي الفقرات. الفقرات دي اللي هي P، عبارة عن P. أول ما تكتب P تكتب بي تك انتر، أو
ثانية واحدة، صح، نسينا نشوف الناتج بتاع اللي احنا عملناه. معلش نسيت. يلا بينا نشوف الناتج بتاع اللي احنا عملناه. فتح معانا الحاجات اللي احنا ايه كتبناها بالظبط. شايفين معايا الفرق؟ اكيد شايفين. اول حاجة العنوان الرئيسي اللي هو H1، تاني حاجة اللي هو H2 عنوان فرعي، تالت حاجة اللي هو عنوان أصغر H3، ورابع حاجة اللي هو H4 اللي هو عنوان فرعي جدا، خامس حاجة هي ال H5 وهو صغير قوي، و H6 والأخيرة وديت أصغر حاجة زي ما انتوا شايفين. نرجع تاني لفي سكود وهنبدأ بالفقرات زي ما قلنا. الفقرات عبارة عن P اللي هي اختصار لباراجراف. باراجراف هنتك انتر على P ده أي نص عادي بتحطه في صفحة بيتكتب داخل واسم P زي كده. هنكتب جواه ده نص عادي جوه فقرة، يبقى P دي نص عادي جوه فقرة. الفقرة بتكون لها مسافة أوتوماتيكية وبتبان بشكل واضح في الصفحة. تيجوا نشوف، يلا بينا. شفتوا ايه اللي حصل؟ ده نص عادي جوه الفقرة، سايبين في مسافة سايبينها في الأول علشان عاملين حسابهم إن في مسافة أوتوماتيكية وبتبان بشكل واضح زي المسافة اللي احنا ملاحظينها سواء في left أو right. طب يلا بينا ندخل على في اسكود وندخل على ثالث حاجة هنتعلمها وهي فواصل الأسطر. هتقولي يعني ايه فواصل الأسطر؟ هقولك في حاجتين. أول حاجة وهو البي ار اللي هنبدأ نتعلمه دلوقتي. شايف الباراجراف اللي احنا كتبناه؟ هنمسحه ونكتب مثلا سطر أول، وبعد كده هنعمل بي ار. ايه البي ار دي؟ دوت لو عايز تعمل سطر جديد من غير ما تبدأ فقرة جديدة استخدم بي ار. طب بعد بي ار يلا بينا نكتب سطر، سطر ثاني. تيجوا نشوف اللي حصل، يلا بينا. شايف ايه اللي حصل؟ جانا كتب لك سطر اول، ولما عملنا بي ار ساب لك سطر وانتقل للسطر اللي بعديه كتب لك سطر ثاني. يلا بينا ندخل على فواصل الأسطر الجزء التاني. لو عايز تعمل خط فاصل أفقي استخدم HR. هتيجي تقولي يعني ايه؟ يلا بينا نطبق عملي. ندخل على في اسكود وهنيجي نستخدم البي ده، نمسح البي، يلا خلينا نخلي البي ار عشان نلاحظ الفرق بين كله. وهنكتب دلوقتي باراجراف تاني هنكتب جواه قبل الخط. شوفوا انتوا طبعا عايزين تكتبوا ايه في الباراجراف، بس انا بحاول اكتب الشرح عشان تفهموني. فهنا بعد ما كتبنا قبل الخط هننزل تحت الباراجراف وهنكتب HR. هنكتب ايه؟ HR انتر. بعد كده هننزل تحتيه ونعمل باراجراف تاني ونكتب بعد الخط. تيجوا نشوف عملنا ايه، يلا بينا. اول ما فتحنا شفت ايه اللي حصل؟
اكيد ملاحظ طبعا. شايف الخط؟ شايف قبل كتبنا باراجراف قبل الخط، وتحتيه شايف الخط الكبير ده، عملنا خط بعد كده كتبنا بعد الخط. اكيد ملاحظ الفرق. ويلا بينا نرجع لفي اس كود وناخد رابع حاجة عندنا النهاردة. ايه رابع حاجة دي؟ تنسيق النصوص المهمة. تعالى نبني شكل الكلام. شوف التنسيقات ديت. هننزل تحت شوية وهنكتب strong. strong دي يعني قوي، بس هنشوف دلوقتي هتعمل ايه في النص. اول حاجة دي بتخلي النص غامق. تعالوا نكتب جواه نص غامق. ده ايه؟ سترونج قلنا ده نص غامق. تمام. يلا بينا. انا بحب اوديك كل حاجة، بعد كده نشوف الناتج في الاخر عشان تعرف تفرق ما بينهم. يلا بينا ندخل على تاني حاجة واللي هي اي ام. ايه الاي ام ديت؟ دي بتخلي النص مائل. دي بتخلي ايه؟ نص مائل. تمام. يبقى قلنا سترونج نص غامق، والاي ام نص مائل. يلا بينا ندخل على اللي بعديه وهو اليو. اليو ديت يعني نص تحتيه خط. تيجوا نجرب. هنكتب برضو نص تحته خط. كده احنا خدنا ايه دلوقتي؟ سترونج اللي هو النص الجامد، اي ام اللي هو نص مائل، يو نص تحتيه خط. يلا بينا ندخل على بعديه. يلا بينا. بعد اليو هناخد حاجة اسمها مارك. ايه المارك ده؟ المارك ده نص مظلل. عارف اي كلمة بتبقى مظللة؟ دي حاجة شبه كده. يبقى ديت المارك دي عبارة عن ايه؟ عن نص مظلل. تمام. كده خدنا ايه؟ سترونج نص غامق. انا لو التكرار ده على فكرة يعني حاجة عشان بخليه عايز المعلومة تثبت في دماغك بقدر الامكان. يلا بينا. سترونج نص غامق، اي ام بتخليه النص مائل، اليو بتخلي نص تحتيه خط. طب المارك نص مظلل. يلا بينا ندخل على بعد المارك. يلا بينا. اللي بعد المارك هو الدل. ايه الدل ديت؟ الدل ديت نص عليه شط، يعني بيبقى نص وعليه خط كده، بيبقى كأنه مسطوب عليه. تيجي نجرب. يلا بينا. هنكتب نص نص عليه شط. تمام. كده خدنا ايه؟ سترونج نص جامد، اي ام نص مائل، اليو بتخلي النص تحتيه خط، المارك بتخلي النص مظلل، الدل بتخلي النص عليه شط. ندخل على اللي بعديها وهي حاجة اسمها صب. ايه الصب ده؟ ده نص تحته سطر. نص تحت سطر، يعني بيبقى عندك سطر وتحتيه فيه نص. يلا بينا نجرب. يلا. هنكتب هنا نص تحت سطر. خدنا إيه لحد دلوقتي؟ سترونج نص جامد، اي ام بتخلي النص مائل، اليو بتخلي النص تحتيه خط، المارك بتخلي النص مظلل، الدل بتخلي النص عليه شطب، الصب خلي النص تحته سطر. يلا بينا ندخل على بعديه وهي الأخيرة. يلا بينا. حاجة اسمها صب. خدنا الصب، هندخل الصب. ايه الصب دي؟ دي نص فوق السطر، يبقى الصب بالبي بنخليها نص تحت سطر. طب صب نص فوق السطر. تعالوا نجرب. هنكتب هنا نص فوق سطر.
كده خدنا ايه عشان ننسق النصوص المهمة؟ سترونج بيخلي النص جامد، الاي ام بيخلي النص مائل، اليو بيخلي النص تحتيه خط، المارك بيخلي النص مظلل، الدل نص عليه شطب. طب والصب؟ نص تحت سطر، والصب نص فوق السطر. جرب تكتبهم في كودك وشوف شكلهم في المتصفح، ويلا بينا برضو نجرب عشان نشوف الفرق. شايفين الفرق ولا لأ؟ اكيد شايفينه. شايف لما جينا قلنا نص خلينا نعمل بي ار، شفت بقى بنرجع نحتاج للي احنا اتعلمناه قبل كده. قلنا بي ار ده بيخلي بيه خط عشان نقدر نفرق بين كل حاجة عملنا فيها ايه. نيجي تحت سترونج، ممكن مش تحتيهم على فكرة، ممكن جنبها تكتب مسافة بي ار تنزل، 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 مسافة برضو بي ار، واللي تحت دي هنسيبها زي ما هي. يلا بينا نشوف عملنا ايه في الكود. يلا بينا، يلا بينا نلاحظ. اول حاجة النص الجامد اللي هو سترونج، بص خلى النص تقيل ازاي. هو ده. النص المائل شايفين مايل ازاي؟ استنى اكبرها لكم. شايفين اهو تحت؟ شايفين النص مائل ازاي؟ تمام، ندخل على اللي بعديه. اليو النص تحتيه خط، شايفين؟ كاتبين نص تحتيه خط، وفعلا الخط اهو تحتيه. ننزل على على المارك، نص مظلل اهو، شايفين النص عليه اصفر ازاي كأنه مظلل. ننزل على تحتيه. الدل قلنا نص عليه شطب اهو مشطوب عليه، شايفين؟ ننزل على اللي تحتيها واللي هي الصب، نص تحت سطر، شايفين؟ شايفين الصب برضو نص فوق سطر. اكيد طبعا شايفين الفرق بين كل واحدة. يلا بينا، يلا بينا نعمل تطبيق سريع، وده هيكون الواجب برضو بتاعك. هنكتب فقرة فيها عنوان رئيسي اللي هو ايه H1، وفقرة فيها مارك وسترونج وبي ار. جربهم وشوف الفرق بنفسك. ايه النهاردة اتعلمنا ايه؟ اتعلمنا النهاردة الفرق بين العناوين من H1 ل H6، وازاي نكتب فقرة، وازاي ننسق الكلام بخط غامق او مائل او تحته خط، واستخدمنا بي ار و اتش ار علشان ننظم الصفحة. الحلقة الجاية مهمة جدا، هنتكلم عن القوائم المرتبة والغير المرتبة والمتداخلة كمان. لو وصلت لآخر الفيديو اكتب في الكومنتات انا فعلت التنسيق، وانا هرد عليك فورا. لو عجبك الفيديو ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. ما تبخلش عليا باللايك والكومنت الجميل، ويلا بينا نبرمجها صح.